حطوا الديلي بلانرز والتو دو ليستس والجوجل كالندر وكل حاجة ممكن تنظم لكم اليوم ومش عارفين تنظموه ازاي. في تاسكس كتير بتقع منكم مش عارفين تلموا الدنيا ازاي. في حاجات بتنسوها ومش عارفين تهندلوا الحاجات اللي المفروض تخلصوها كل يوم. حل هنا. الستيكي نوت دي هي الحل في كل حاجة في حياتي، حرفيا بكتبها في المطبخ، في أوضة ايسر، على اللاب، في الصالة. أنا مش سايبة مكان. حتى لو في حاجة يعني بديهية جدا أنا المفروض إن أنا أكون فاكراها، لا بكتبها عشان غالبا هنساها. اول حاجه مع الضغوطات اللي بتبقى في يومنا طول الوقت احنا حاسين ان احنا اندر بريشر، ده كمان بيسبب لنا ارهاق ونسيان بسبب وبدون سبب. فالاحسن ان احنا نستخدم تو دو ليست. في المطبخ اكتبي مثلا الليست بتاع الحاجات اللي انت محتاجه تعمليها النهارده. على الثلاجه حطي ستيكي نوت كده، انا محتاجه مثلا ايه الحاجات اللي ناقصه، ايه الحاجات اللي انا محتاجه اعملها في لانش بوكس مثلا. هيساعدك جدا. في الشغل حقيقي حطها في مكان شغلك، كل التاسكس متاخره هتلاقي نفسك بتفتكرها دايركتلي مجرد بس ما تبص قدام. حقيقي اللي اخترع الستيكي نوت ده شخص رائع، ومحدش يقول لي البلانرز اللي بتحط على الثلاجات، جربت كل حاجه. حقيقي هي بتكون لونها مختلف فمميزه جدا ومش فيها كلام كتير، هي مجرد جملتين مثلا. حطي في اللانش بوكس مثلا مش عارفه ايه وايه. النهارده هتعملي كذا وكذا، النهارده محتاجه تخلصي كذا وكذا، في ميلز محتاجه تردي عليها، في مش مجرد بس هي بتبقى one sentence. ال one sentence دي انت بتفهم منها انت محتاج تعمل ايه النهارده. فجربوها كده وقولوا لي هتفيدكم زي ما فادتني ولا ايه.